معظم هي النصائح انتو اللي كتبتوها، اجت منكم ومن تجاربكم، ضفت عليها شوي وصغتها بفيديو كامل، وهلأ رح ترجع لكم. فالشكر الأول هو لكل حدا شارك بهالفيديو ولو بكلمة. بدون تأخير بنبدأ ب40 نصيحة من ذهب لأي مقيم في فرنسا وأوروبا. والنصيحة الأولى بتقول: لا تشتري سيارة إلا إذا كنت بحاجتها، أما بالنسبة لرخصة السياقة فأنجزها بأول فرصة ممكنة. أما النصيحة الثانية وهي بوجهها خاصة للشباب والطلاب: لا تعتمدوا بشكل رئيسي على المأكولات السريعة كالكباب، التاكوس، البيتزا، البرجر أو كنتاكي. هالشي رح يدهور صحتكم، غير انه بصير عادة صعب التخلي عنها. اذا كنت عم تشتري من شخص على الانترنت وطلب منك الدفع عن طريق بطاقات تشتريها من محلات بيع الدخان، اعلم مباشرة انه هالشخص يسعى للنصب والاحتيال عليك. النصيحة الرابعة: ما تكون بهالبلد طيب وخجول كتير فبتخسر معظم حقوقك. اكتر شغلة انتصح فيها كانت اللغة ثم اللغة ثم اللغة، لكن إذا كان لديك مهنة وهدفك هو العمل بأسرع وقت، فالأفضل هو تعلم اللغة حسب مجالك، مثلا في دورة أو فورماسيون مهني. في حال ما وجدت عمل بعد ما وصلت لمستوى لغة جيد، خلي همتك عالية وبلش تعلم أشياء أخرى. اعمل فورماسيونات بمجالات بتهمك. مثلا في نصيحتين قدمهن أخي حسام. الأولى بتقول: إذا معاملتك قانونية وما مشيت عند موظف، ممكن تمشي عند زميله، لأن لكل موظف قوانينه. بيقول كمان: لا تعطي فاتورة الكهرباء أو الغاز بأي شكل لأي شخص كان بدق باب بيتك. لا تؤجل دفع الفواتير والمخالفات أبدا. لما بتوصلك مخالفة ادفعها فورا، احسن ما تشوفهم عم يتراكموا مع الزيادات. ولا تستأجر او تسكن بيت وصاحبه ساكن بنفس البناء. وبهالبلاد خاصة لا تقبل تنقل شنطة او كيس لشخص ما بتعرفه ولو دفع لك آلاف. كن على معرفة دائمة بواجباتك وحقوقك، ولا تتخلى عن حقك عند الدولة او المؤسسات او اي شخص كان بأي شكل. للي بيستأجروا وخاصة بالخاص، لما تستأجر بيت صوروا فيديو مع المؤجر يوم الاستلام قبل ما تنقل عليه. ركز على الأعطال وحالة الجدران وكل ما تراه غير طبيعي. احتفظ بالفيديو حتى يوم التسليم. بفرنسا في فحص طبي شامل بيعملوا التأمين مجانا، ممكن هن يقترحوه عليك أو أنت تطلبه منهم. لا تتردد أبدا بأنك تعمله. لا تشتم أو تفضح أو تسيء لحدا على الإنترنت أو بالواقع، لأن ممكن يشتكي عليك والقانون بيوقف معه. لا تشتغل بالأسود إلا إن جبرتك الظروف. أبو حاتم بيقول: إذا دخلت إلى دائرة رسمية تعامل وتحدث بهدوء كي تحفظ حقك. وهانية بتضيف: كن محترم تحترم. ميرفت بتقول: العمل بأي مجال مناسب أفضل من انتظار فرصة تناسب اختصاصك الجامعي. هادي بينصح بطولة البال والصبر. وأنا بقول لك: لا تشتري سيارة من مزاد السيارات إلا إذا معك مختص أو كنت بتفهم بالسيارات أو حابب تخاطر وتشوف حظك. لما تكون عم تشتري من الإنترنت وما تحس الموقع موثوق 100%، ادفع دائما عن طريق باي بال. إذا كان في عصابات ومافيات حول بيتك ولو كانوا شباب صغار 15 و14 سنة، ابتعد عنهم، لا تناقشهم، لا تعمل مشاكل معهم، ولا تهددهم بالاتصال بالشرطة، لأنه وقتها رح يؤذوك. أحمد بيقول: لا تنسى تغير رخصة القيادة ولا تنغلق على أبناء بلدك. ورائد بضيف: كون صداقات مع فرنسيين لتحسين اللغة والاندماج. النصيحة اللي بعدها بتقول: لا تشتري شهادة أو أوراق مزورة، لأنه التزوير رح يأثر بشكل كبير على مستقبلك بفرنسا، إن كان على صعيد الجنسية أو حتى الإقامة. لا تقول إيه وي دائما إذا ما كنت موافق أو ما فهمت. قول لا ولا تخجل. لا تنزل حسابك البنكي تحت الصفر ولو بحق لك. لا تتعود على هالشي. ممارسة الرياضة، الدراجة أو المشي بهالبلاد ضروري جدا، خاصة إذا كان عملك مكتبي. اعتمد على استخدام العبارات اللطيفة مثل سيلفو بلاي عند طلب شيء أو الشكر، وسترى كيف سيتغير تصرف الناس معك بشكل كامل. ندى بتقول: احصل على أي دبلوم لتشتغل بكرامة. وأمينة بتقول: ما عندي نصيحة، أنا بدي مين ينصحني. إذا في مجال اشتغل بالحجاب، بس مو بالمحلات لأن عندي ماستر. أما ضحى فبتسأل كمان: كيف بدي أتعلم اللغة حسب خبرتكم؟
هي مو نصيحة، بس حسب المراحل اللي مرقتوا فيها والتجارب أي طريقة كانت الأسهل. إذا عندكم أي تعليق اكتبوه بسرعة مشان ما تنسوه وارجعوا كملوا الفيديو. أما راما فبتحكي ما تستسلم وضل ورا هدفك، ما ترد على حكي الناس اللي بتقلك اللغة صعبة أو شو بدك بالجنسية رغم إنه هن معهم لغة وجنسية. أكمل طريقك نحو هدفك دون توقف ولا تسمع للمحبطين. ورانيا بتضيف الصبر مفتاح الفرج، وخاصة بفرنسا يلي فيها البدايات كتير صعبة لكن النهايات ممكن تكون كلها إنجازات. ومن عندي بضيف ضع دائما أهداف وخطة، اربطها بزمن محدد وحاول تحقيقها، وركز على كلمة أهداف وليس أحلام. ولما بدك تلغي عقد كهرباء، عقد غاز، تأمين، موبايل، إنترنت أو بنك، حاول دائما خلي حدا يلغي لك إياه، مثلا الشركة الجديدة اللي رح تنتقل عليها. هذا الشيء بوفر عليك كتير جهد وتعب ومصاريف أو مشاكل ممكنة. الشركات بتعرف تتصرف بين بعضها أكتر. يارا بتقول إنه لازم الواحد يضل مصر إنه يفهم كل شيء وما يقتنع مباشرة إنه أموره وأوراقه واقفة، يضل يسأل وين صاروا وليش وكيف. حدا لاحظ إنه كل اللي عم ينصحوا تقريبا نساء، ما بعرف وين راحوا الرجال. بنكمل، يلا هي إجا واحد. سيف بيقول إذا إجاك تليفون وحكوا معك بالفرنسي وما فهمت، لا تضلك تقول وي وي وي، بيكونوا باعوك عروض ما لها طعمة. وبعمرك ما تعطي معلوماتك أو أرقام بطاقتك لحدا ما بتعرفه على التليفون. وهي النصيحة كتير مهمة خاصة للجداد، لا توقع على أي ورقة قبل ما تقراها. في ناس وقعوها على أوراق إنه ما عندهم قدرة على تربية الأطفال وبعدين أخذوهم منهم. إذا ما فهمت منيح ترجم ولو على الموبايل. وللناس اللي ما لها شاطرة بالتقسيط لا تغامروا كتير، في ناس شاطرة كتير بحساب مصاريفها لدرجة إنه ممكن تشتري كل حاجياتها بالتقسيط وبتكون مرتاحة كتير بدفعه. بنفس الوقت في ناس مثلي بتقول كلها 50 يورو وهي 90 يورو وهي 40، وبالنهاية بتوصل لمرحلة بتعجز فيها عن سد كل هالمصاريف وبتبدأ المشاكل والمخالفات بسبب التأخر. نصيحة لا تكون من هالناس، اعتمد على نفسك بكل شيء. أي شيء بدك تعمله بمساعدة حدا وفيك تعمله لحالك اعمله أنت أفضل، أو اسأل كيف بينعمل وتعلم تعمله. كون سند حالك. وعلى سيرة الاعتماد على النفس، أوج بتقول ابحث ودور وتعلم وين مصلحتك ولا تنتظر من حدا شيء. بس إذا القدر حط بوشك ناس منيحة لا تقطع علاقتك فيهم، لأنه قلال وصعب يطلاقوا بالغربة. نسرين بتشدد على ضرورة معاملة الآخرين بأخلاق ديننا وما نبخل بالعطاء في حال وجدنا عمل دون مقابل مادي. بتقول اهتموا بأولادكم واعملوا على إيجاد جو مناسب إلهم، وتابعوا عمر كوكش فهو يختصر كل جديد ومفيد في فرنسا. وآخر نصيحة، إذا ما عجبتك شي نصيحة فتجاهلها واكتفي بما أعجبك. وإن كان لديك نصائح أخرى من تجربتك وحياتك في فرنسا فلا تتردد بطرحها في التعليقات. والنصيحة الأهم في هذا الفيديو، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد لحظة نشره. كنت معكم أنا عمر كوكش، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة.